جبت لكم مكان في بنها بيعمل اختراعات كتيره بالبطاطس، فلو انتم من عشاق البطاطس زي حالاتي كده المكان ده هتدمنوه حرفيا. والمكان هو قطاطس موجود في الفيلا الجنب فاتس بالظبط. ديكوريشن المكان من جوه كده حرفيا هتلاقوا كل صور القطط موجوده عندهم. جربت حاجات كتيره من عندهم بس بدات بالبطاطس اللي هي الدائريه ديت، وكان سعرها 35 جنيه، كان طعمها تحفه. بعد كده بقى جربت الاختراع الجامد دوت، سويسايه كده ملفوفه عليها جبنه موتزاريلا بقى بالخلطات بالصوصات كلها. الناس اللي بتحب الصوصات هتدمن البتاع دي قوي. جربت كمان البطاطس المقليه اللي عليها صوصات كده، حرفيا كان طعمها خطير. ده بقى اختراع جديد هم عاملينه اسمه تشيزي فينجرز. البطاطس متغرقه مع صوص السر بتاعهم مع التوابل المميزه اللي هم بيحطوها مع قطع ستريبس وهالبينو، موديني في حته تانية بجد. عملوا كمان اختراع جديد اسمه بطاطس كيرلي كده، بطاطس حلقات كده صغيره، حطيت كمان عليها صوص السويت شيلي. انا عايز اقول لكم بقى اللي هي كانت طعمها تحفه بجد. جربت كمان البطاطس اللي هي الفينجرز كده فريسكاس، عليها كده صوص جبنه وصوص رانش، بس بصراحه ما عجبتنيش قوي. واخر حاجه بقى البطاطس اللي كان عليها الشيدر وعليها سويت شيلي، كان طعمها عظمه. وهو ده المنيو بتاعهم.